انتخابات اللجنة التنفيذية بعتقد الاتحاد اللبناني. الاتحاد الجديد صح. شو موقفكم؟ يعني من الآخر الموقف الموقف التضامن صور الرسمي الدعم الكامل للسيد هاشم حيدر، ومن معه ولا؟ واي شيء هن بيختاروه. انا واضح وصريح وما بتخبى ورا اصبعي وما بحب اشتغل سياسي بهالامور. انا الاتحاد اللبناني كنادي التضامن سور كان جد ممتاز معي. بعد الحرب على قد قدرتهم دعموني. وين في اماكن انا طلبت منهم امور محقه الي كنادي تجاوبوا معي، وكان في حوار دائم انا وياهم. والدليل صار اشكاليه بسيطه بماتش الصفا، نزلت انا بيان وتقبلوا، ونزلت قعدت مع لجنه الحكام تحت بنفسي وارسات انه فيك تكون تعمل حوار بينك وبين الاتحاد، اذا شفت اي اخطاء بيقنعوك بتقنعهم، غير ما اطلع على المنابر الاعلاميه وهشم انا بالاتحاد وفوت بالمؤامرات. وانا طالع من نظريه المؤامرات كلها. راضي لا انت يعني مش يعني حضرتك بتمثل تضامن سور، راضيين كتضامن سور عن اداء الاتحاد؟ لك كيف الفكره انه اداريا يعني لانه بتعرف بغض النظر عن ما نحن كمان الاتحاد لحاله ما بيقدر يعمل شيء. دائما بيجوا بيقارنوا، وعفوا مش دفاعا عن الاتحاد، انا لا طبيعي يعني في ناس بتعتبر انه انت هون عم تحكي بعلاقتك الشخصيه مع الاتحاد. لا سوري. انا هون كيف بقيم؟ بس خبرك انه في مشكله انه نحن شو براسنا بده يعمل الاتحاد. يعني الاتحاد لازم يعمل ملاعب، الاتحاد لازم يجيب اجانب، لازم يعطي مصاري، لازم بس عفوا خلينا نشرحهم وحده الاتحاد. الاتحاد مش شغلته يعمل ملاعب. صح. بكل دول العالم الانديه بتعمل ملاعب. الانديه شوي على الدوله اذا في مطارح. الفكره وين؟ الاتحاد هو جزء لا يتجزأ من الدوله اللبنانيه. لننجح بكره القدم او باي قطاع ان كان صحي زراعي صناعي. مثلا اذا بتاخذ الزراعه، هل بيقدر اتحاد الزراعه او اذا عندنا هيك اتحاد بلديات وزراعه بينجح بلا دوله؟ الصناعه، هل الصناعه بتتطور بلبنان اذا غرفه التجاره والصناعه لحالها فاعله بس ما في توجه حكومي؟ نفس الشيء الرياضه، اذا ما في رؤيه حكوميه بتقول انا بدي نشط الرياضه بلبنان وتصير الرياضه مصدر دخل للدوله ومصدر دخل للناس واللاعبين، يصير عم تنتج يد عامله او فرص عمل، ما حينجح الاتحاد لحاله. انا بعتبر بوضع انت طالع بالحرب، منيح الاتحاد قدر يكمل دوري، منيح قدرنا نستأنف دوري، منيح منتخبنا عم يقدر يلعب. نحن عفوا البلديات ما فيها مصاري. اصغر بلديه بلبنان هلا ما بتمون تروح تلم نفاياتها اذا بدها تعتمد على مصارفات اكبر الدوله. بلديه اذا بدك، مش بس بدي بلش من اصغر وحده، مش بالمصاري، بعدد السكان. يعني اذا بلديه فيها 1000 نسمه قد ايه مصاريفها لتشيل نفاياتها؟ اذا بدها تعتمد على خزينتها ما بتشيل، تعتمد على مبادرات اهل الضيعه. واكبر بلديه من حيث القدره الماديه مش عم تقدر لحالها بدون مبادرات الايادي الخيره بقلب القرى والمدن انها تشتغل. نفس الشيء الاتحاد، مش دفاعا عنه. هلا اكيد كل شيء في اخطاء، اي حدا بيشتغل هو اللي بيشتغل بده يغلط. بس هون انا بدي اقيس نسبه الخطا. انا كنادي التضامن سور شو دوره الاتحاد معي؟ يعمل لي دوره، ينصفني تحكيميا، ينصفني كرويا. وانا كنادي التضامن سور وبعتقد باقي الانديه ما شفت شي مره صار هالخلل الفاضح اللي ادى والله لنتائج فاضحه وهالامور اللي كلها اوقات بيتجرب ينحكى فيها. الحمد لله في دوري شغال عنا، والحمد لله ماشي الامور. لهيك انا دعم الواضح، لان عفوا حدا طرح بديل، حدا اعطاني بديل مؤسساتي. اذا في بديل شخصي منه بديل، بس يصير في بديل طارح مشروع متكامل مؤسساتي، ساعتها نحن اول الماشيين. لانه بصيغه الاتحاد الحالي او القادم اللي هو حيكون مبني على الصيغه الحاليه، انا لا شايف الامور جيده بالمسار اللي نحن عايشين فيه. نحن طالعين من حرب، نحن عفوا يطلعوا على جنوب لبنان ما حدا قادر يشيل الردم على الارض. يعني في مأساة بالبلد. الناس قبل ما تنتقد بدها تشوف المأساة الاقتصادية اللي نحن واقعين فيها وبناء عليها تقيم. وبدل ما ننتقد ونحكي نشرف اللي عم ينتقد، يشمر عن ايديه لا يلاقي البديل. مثل اذا انا قلت التضامن صور رئيسه سيء وادارته سيء وقاعد انا على جنب، طب شرف اطرح بديل وصير انت رئيس نادي التضامن صور وعمال فريق ناجح. انا هيك فكرتي، منا دفاعا عن الاتحاد. بالاخر انا مثل باقي الانديه. الاتحاد من لما انا جيت رئيس كان منصف معي، حتى لما انتقدته مثل قلت لك يمكن انا النادي الوحيد بلبنان هالسنه طلع بيان انتقد فيه التحكيم. بس الاتحاد فهم عقليتي انه الدكتور جهاد رئيس نادي التضامن صور مؤسساتي،
طلع نزل بيان ونزل قعد مع لجنة الحكام، وكانت قعدة حلوة ودامت ساعتين، ورجعت نزلت بيان قنعوني بكتير أمور، وجهت لهم ملاحظات على كتير أمور بالتحكيم وكيف لازم نعلي المستوى. بعتبر هي نموذج بتطوير كرة القدم، مش النموذج اطلع أنا على التلفزيون بلش أحكي بالمؤامرات والإقصاءات لا. ما أنا بعتبر، وهذيك المرة كنت بحديث مع جمهوري انه عوسط المؤامرات، قلت لهم ماتش الانصار لو جبنا الفرص اللي ضيعناها كنا ربحنا، ماتش النجمه كنا ربحنا، ماتش الصفا الاخير لو اول شوط نحسم المباراه كنا ربحنا. قلت لهم هون شو خص الاتحاد والحكام فيهم، خلونا نطلع على ناحيتنا السلبيه ونطورها وما نكب الملامات على الاخرين. يعني